ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء التسامح، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد، ويلا بقى حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. النهاردة روتين جديد زي ما انتم شايفين كده. قلت اقوم كده واشد حيلي واتنشط واعمل حاجة، ما انا مش هفضل نايمة وسايبة بيتي كده وولادي، لا ما انا لازم اقوم بقى واشوف اللي ورايا. كفايه بقى لحد كده دلع ونوم. وده ابني محمد زي ما انتم شايفينه كده، افتكر بقى يبوسني وانا بعمل الكفته، فيبقى ابوسك يا مامي، ابوسك يا مامي، قلت له بوس يا مامي. فزي ما انتم شفتوه في الفيديو ده محمد ابني، عنده 3 سنين كده صغنن، فربنا يخليه لي يا رب. هنا انا عامله كفته، دي بيتي اللحمه انا قطعاها من عند الجزار، ما بجيبش كفته جاهزه. انا يعني اللحمه ببقى قطعاها من عند الجزار وبعملها انا بقى، بوديها المفرمه الراجل يعملها لي. فببقى واخده بقى معايا الرز، البصل، الثوم، التوابل، الخضره، كل ده ببقى واخداه معايا، يعني ما بشتريش اي حاجه من بره، هو يا دوبك بيحطهم لي على بعض وبيضربهم. وانا حابه بصراحه يعني اشكر كل الناس اللي سالت عليا، كل الناس اللي سالت عليا بشكرهم جدا جدا جدا، وبقول لهم الف شكر ان انتوا حسيتوا بغيابي. وفعلا انا فرحانه بموضوع القناه ده، ان انا طلعت بناس يعني ممكن نكون ما شفناش بعض قبل كده، بس حست بغيابي، حست ان انا مش موجوده، سالوا عليا. فشكرا جدا ليهم واقول لهم الحمد لله انا ولدت وقمت بالسلامه وجبت بيبي جديد نور العيله وزودنا كده واحد. فربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب وما يحرمش حد ابدا منهم. وبنصح كل بنوته او ست نفسها ان هي يكون عندها بيبي او حد لسه ربنا ما رزقهوش، يا جماعه اهم حاجه الاستغفار، والله العظيم في سحر في الاستغفار. استغفروا على قد ما تقدروا بنية الحاجة اللي انتوا عايزينها وهتتحقق وهتحصل. فاهم حاجة الاستغفار، من طول ما انت بتستغفري استغفري على قد ما تقدري في يومك، وانت بتعملي اكل وانت بتنضفي وانت بتغسلي وانت بتنشري. الاستغفار دايما، الاستغفار ده يعني ده سحر، ده سحر والله العظيم. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق وما يحرمش حد منهم ابدا يا رب. هنا انا خلاص صبعت الكفتة كده زي ما انتوا شايفينها، وحطيت الزيت هنا على النار عشان خاطر احمرها. وحشت من اللحمة دي اللي كنت هتعمل يعني عند الجزار، حشت منها حبة كده وعملتها، عصقتها، قلت بقى بعمل بها صينية مكرونة او ممكن صينية جلاش، فعلى حسب بقى ايه ما اشوف ظروفي، ده عندي وده عندي، عندي المكرونه وعندي الجلاش، فهشوف بقى هعمل بها ايه. انا قلت يعني اللحمه، يعني قلت الكميه حلوه، لان اللحمه لما بنضيف عليها رز بقى وتوابل وخضره والحاجات دي كلها بتزيد معانا. فحشت حبه لحمه كده، عصقتهم زي ما وريتهولكوا كده في العلبه دي، انا كنت معصجاها. هنا بوريكم الكفته، بقول لكم طعمها جميل جدا والله، كنت واقفه باكل يعني، وانا واقفه كده عجبني طعمها وكنت باكل منها وكنت بدي ابني كمان جنبي. فهنا اهوت حمرتها وشلتها بقى، عندها بقى في الفريزر، منين محتاج منها اطلع. انا كنت عامله كميه بصراحه برضو قبل كده، بس ما استنيتش عليها رمضان، بصراحه عجبتني وكناها خلصناها، فجبت قطعت لحمه تانية من عند الجزار وعملتها. فانا ما يعني ما بنصحكمش بالحاجه الجاهزه الايام دي، مفيش حاجه مضمونه تماما، خاصه الفتره دي ما تامنيش لاي حاجه من بره، اي حاجه تكون جاهزه، الكفته الجاهزه دي يعني ما بنصحش حد ان هو يجيبها. افضل حاجه ان انت تجيبيها وتعمليها انت تبقى مضمونه. فانا بجيبها وبجهز كل الحاجات بتاعتها، حتى الرز بجهزه انا، بضرب انا عندي في الكبه هنا في البيت وباخده معايا مطحون وجاهز. هنا بقى بعد ما خلصت الكفته كده وعنتها بقى خلاص، وقلت بقى اغسل التلاجة عشان نستقبل بقى شهر رمضان، اغسلها كده واديها تنظيفه تمام كده ولمعها واخليها بتبرق، تبقى جاهزه كده معانا لاستقبال شهر رمضان. ومش شهر رمضان بس والله، انتوا منين ما تحسي تلاجتك محتاجه تتنضف نضفيها اول باول بحيث ما يتراكمش عليكي، ويعني ما تزيدش، خليها نظيفه كده دايما. هنا بقى قلت كنت مشتريه بقى شويه حاجات، بعت جبتهم بصراحه، مش انا اللي نزلت جبتهم عشان لسه بقى والده وفي بيبي جديد معايا فمش عارفه اسيبه. فهنا انا كنت كاتبه الحاجات دياتي في ورقه واديتها لحد يعني جابها لي من اللي في البيت، فشويه حاجات كده يعني هينفعوني محتاجاهم.
دي حاجات يعني كمالة، يعني انا وابني بس، فمش هجيب حاجات كتيرة قوي واركنها على الفاضي. جبت الحاجات اللي احنا هنستخدمها، اشتريت شوية الحاجات دولت، وقلت ان شاء الله يعني كده كده بابا بيجيب لي الفطرة بتاعتي، فالحاجات ديتي على الفطرة اللي هتجيلي من عند بابا برضو، رز وسكر ومكرونة والحاجات دي كلها يعني هتنفعني، هتكفيني وزيادة كمان، هتكفيني وهيزيد منها كمان. هنا جبت ملح ليمون وخل عشان هعمل بقى دورة تنظيف للغسالة. والبريل ده تحفة بجد بجد بجد، اللي ما يستخدمش البريل ده كأنه ما بيستخدم يعني. ما انصحوش يعني، ما انصحكمش غير بالبريل ده. عايزة نظافة تلميع البريل ده. هنا بقى التلاجة خلصتها ونشفتها وشغلتها، ودي سمنة بلدي بوريها لكم، ورصيت فيها الحاجات دي بصلة دي معمولة بحطها جاهزة، وبروح طشه بقى بيها على طول كده. كنت بوريها لكم انا، ما لسه ما مليتش التلاجة بصراحة، مخلياها يعني قبل رمضان كده بكام يوم، هنزل ان شاء الله السوق واشتري شوية حاجات. هنا دعكت المواعين بقى غسلتها والمطبخ روقته، وهنا بقى خلصت روتيني اللي على قدي، ويلا بقى سلام.